السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد على القناة. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة اللي كتجي رائعة اقتصادية بلا زبدة. كنوجدوا هذه الحلوة اللي كتخرج لنا كمية وفيرة غير بربعة ديال البيضات بواحد شوية ديال القوقة وشوية ديال الزنجلان. كتجي رائعة في المذاق وكذلك اقتصادية، والاهم من هذا الشيء انها كتوجد بسرعة بلا مرشم بلا طابع، غير بيدينا كنشكلوها وكتجي رائعة في المذاق وكذلك كيف ما قلت لكم اقتصادية. بقاو معايا باش تشاهدوا المقادير وطريقة التحضير بأدق التفاصيل. نبداو على بركة الله. هنايا غادي نحتاجو واحد الكاس ديال سنيده. العبار غادي نعبرو دائما بالكاس ديال العنبه اولا شي كاس يكون متوفر عندكم نفس العبار تعبروا به. عندي هنايا كاس ديال الزيت وكاس ديال القوقه اللي هكا مهرمش ومحمر، وعندي كذلك كاس ديال الزنجلان اللي حتى هو محمر. كيف ما كتشوفوا معايا القوقه راه مهرمش، ماشي منيل غير مهرمش كنخليوه، كذلك يكون محمر. كذلك بالنسبه للجنجلان حتى هو يكون محمر. عندي هنايا واحد الزوج ديال الساشيات نتاع خميرة الحلوى، اولا واحد الزوج ديال المعالق صغار ديال الحلوى، وعندي واحد الساشي ديال الفاني، وعندي واحد ربعة ديال البيضات. بالنسبة للدقيق عندي الدقيق حسب الخليط اللي يكون بطبيعة الحال مغربل ويكون ديال الفرص. غادي نجيبو واحد الاناء فاش غادي نخلطو اولا واحد القصرية. غادي نديرو البيض هو الاول، وغادي نضيفو عليه سنيده وغادي نخلطوهم مزيان. غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني. غادي نضيف كاس ديال الزيت. كيف ما قلت لكم العبار يكون بنفس الكاس هو اللي تعبروا به كاع المقادير. وغادي نضيف كاس ديال القوقو اللي مهرمش ومحمر، وغادي نضيف كاس ديال الزنجلان. غادي نخلط كلشي هذا العناصر مزيان حتى كيتخلطوا لي كلشي مع بعضياتهم. وغادي نبقى نضيف الدقيق غير بشويه. حنايا كنخلطوا، حنايا كنضيفوا الدقيق، ما نضيفوهش دفعه واحده. حنايا كنخلطوا، حنايا كنزيدوا الدقيق حتى تبان لينا العجينه تجمعات لينا. غادي نضيف هذوك الزوج ديال الساشيات نتاع خميره الحلوى، وغادي نبقاو نضيفوا الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه. هنايا بعد ما عجنت العجينه اولا جمعت العجينه، كيف ما بان لكم راه باقيه كتلصق شويه. ما نقصحوهاش بزاف، نخليوها هكا واحد شويه، يعني كيما نقولوا عاد كتلصق في اليدين هكا باش كتجينا من الداخل هشيشه من كطيب وكتجينا فتيه. كيف ما كيبان لكم راه باقيه كتلصق هكا في اليدين، ما نقصحوهاش بزاف، تكون على هذا الشكل هذا العجينه. صافي غادي نجيب واحد الصينيه اللي دهنتها بالزبده. دهنوها بالزبده اولا ديروا عليها الكاغط ديال الطبخ. وغادي نبقى هكا نكورهم ونحربلهم على شكل صبيعات اولا على شكل حربول هكا. القياس يكون على هذا الشكل هذا، ما تكبرهمش بزاف حيت غادي يزيد يتنفخ واحد شويه في الفران بحكم فيه الخميره. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، انايا كنكور وانا كنحرب هكا على شكل صبيعات، ونبقاو نحطو في الصينيه حتى كنكملوا كاع العجين اللي عندنا. صافي كندخلوها للفران على درجه حراره متوسطه غير من الفوق، والنار تكون من تحت حتى يبان لينا تحمر من التحت. صافي وكنهودوه لتحت وتكون النار من فوقه حتى كيبان لينا الذهب. صافي وكنخرجوه من الفران. هنايا بعد ما خرجتها من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، راه كيجي محمر هكا شويه من التحت وكيجي هكا واحد شويه مذهب من الفوق. صافي غادي نجيبو واحد تقريبا واحد 400 غرام ديال الشيكولا اللي ذوبتها في بان ماغي. وغادي نبقى نغطس فيها هذاك الحلوه ديالي. غادي نبقى نغطس فيها على هذا الشكل هذا ونهزو بواحد الفرشاط اولا شي صفايه هكا باش كتستقطر لنا كاع ديك الشيكولا اللي لاصقه فيها.
صافي غادي نبقى نغطسهم في الشيكولا ونحطهم هكا فوق واحد البلاستيكه اولا واحد الكارط ديال الطبخ، وغادي نبقى نرش عليهم واحد شويه ديال القوقاو اللي حتى هو مهرمش ومحمر قبل ما تنشف لنا عليهم الشيكولا. كنديروا واحد الكميه تقريبا واحد 5 د الحبات اولا 6، وكنرشوا عليهم واحد شويه ديال القوقاو اللي يكون مهرمش هكا باش يلصق لنا من فوقهم صافي. وغادي نكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كاع الحلوه ديالنا. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه لا في المذاق لا في الشكل، وكتجي فتيه، والاهم من هذا الشيء انها اقتصاديه وكتوجد بسرعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، غير جربوها راها ما غاديش تخيبكم. كتجي بنينه وخطيره في المذاق، هذاك المذاق ديال الزنجلان مع القوقاو كيعطيوها واحد المذاق رائع، وكذلك كتجي فتيه وكتجي مقرمشه في نفس الوقت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولكن ضروري خاصكم تجربوها هكا باش تعرفوني علاش كنهضر. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركاش في القناه فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. الى اللقاء وبصحه والراحه.